جمعية نور عين السبع للكاراتيه تأسست في 2002. تم التأسيس ديالها من طرف آباء أبطال ديال هذه الجمعية، هي جمعية نور عين السبع. يعني حنا عندنا واحد السيستم بحال نادي، ما عندناش بحال الجمعية، عندنا منخرطين في الجمعية تقريبا، عندنا واحد 15 بطل. الحمد لله هذه السنة هذه الوالي حسام خدا البطولة ديال المغرب في لوسات في هذا الشهر 7 في شهر 7. الحمد لله تم التشويج ديال الوالي حسام ابن جمعية نور عين السبع وابناء عين السبع. حنا الجمعية ديالنا يعني كنخدموا بالمجان تقريبا واحد 160 طفل، يعني هاد القاعة شديناها في دابا شي عام ونص. الحمد لله كنكونوا في ابطال. حنا الغرض ديالنا هو تكوين الابطال من منطقه عين السبع. نبحثوا على الطبقه الهشه، يعني واحد الطبقه ماشي حنا غادي نقولوا هشه، وانما واحد الطبقه اللي ما عندوش باش يخلص لاصال، وكنحاولوا يعني نعاونوا من الخاص باش هذه الجمعيه تزيد بالدار. وكنشكروا كذلك رئيس الحسينيه اللي عطانا هذا المقر، يعني جمعيه نور عين السبع بشراكه مع مقاطعه عين السبع. الحمد لله كانت البدايه مع عامل صاحب الجلاله خيي، اللي كانت انطلاقه ديال رياضه الاطفال من اجل صناعه الابطال. حطينا يعني وعدنا رئيس الجماعه باننا غنخدموا بالمجان، والحمد لله تقريبا عندنا واحد 160 طفل، وعطانا واحد السوسيو كذلك ومثال في جهه الضحى هو تقريبا فيه واحد 100 طفل، كاين فيه الكونغ فو وكاينه رياضه الكاراتيه. يعني الجمعيه ديالنا الحمد لله كنحاولوا يعني على ابطال. يعني حنا عندنا واحد البروغرام ديال 5 سنين، ماشي عندنا البروغرام ديال عام، عندنا البروغرام ديال 5 سنين. وكنشكر كذلك ومثال المنخرطين ديال جمعيه نور عين السبع اللي صراحه يعني كيبذلوا كل ما بوسعهم لارضاء هذه الاطفال. كذلك ومثال كنشكر الاستاذ باغ الله المدير التقني ديال هذه الجمعيه، كنشكر كذلك ومثال منير غربي امين المال وعبد ربي الكاتب العام، والسي جوادي امين المال، والاخ الوالي. يعني كاين الحمد لله كاينين الناس اللي باغيين يعطيو ويسمعوا لك الله يرحم الوالدين، ماشي بحال الجمعيات الاخرى اللي باغي يعمر جمعيه ولا باغي. انا كنقول بحال ما بغيتش نعمر الحمد، بغينا الله يرحم الوالدين، بغينا هاد الناس يعني يستافدوا، بغينا نحيدوا الوليدات من التدخين من المخدرات، من بزاف ديال ما يلعبش في الزنقه، ما يلعبش واحد اللعب عشوائي. يعني راه كنخدموا من 2 حتى ل 6 ومن 6 حتى ل 11 ونص الليل. يعني راه ما عندناش غير الكاراتيه، عندنا فول كونتاك، عندنا جيت كوندو. بحال دابا انا عندي رياضه جيت كوندو، شكون اللي كيترينيو فيها؟ الناس اللي فوق 50 سنه، الناس كبار وبالمجان. عندنا رياضه فول كونتاك، كيك بوكسين، وعندنا في الضحى كذلك ومثال ديال الكونغ فو. يعني حاولنا نجمعوا هي جمعيه نور عين السبع للفنون والحرب. الحمد لله يعني تم التكوين ديالها من اباء هاد الابطال. الحمد لله غدا ان شاء الله لعبه يعني واحد 2 بنيتات، كاينه كوثر وكاينه وئام، غدا لاعبين بطوله المغرب في الرباط. يعني كنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق. الحمد لله يعني والله العظيم، الله اللي يعني يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتيكم خيرا، والحمد لله.